اتفقنا ان احنا خدنا الصوت القصير لحرف ال A وعرفنا ان صوت حرف ال A آ. طيب هل يا مستر في صوت تاني لحرف ال A؟ اقول لك ايوه، في صوت تاني لحرف ال A وهو الصوت الطويل ليه. تقول لي طب انا كده يا مستر هتلخبط، اعرف منين الصوت الطويل والصوت القصير؟ اقول لك بسيطة، اعرف الصوت القصير الصوت الطويل هيديني نفس اسم الحرف. يعني لما اقول لك الحرف دوت اسمه ايه تقول لي A، يبقى صوته الطويل ايه؟ نفس زي اسمه بالظبط A. طيب مثلا حرف الاي، الصوت الطويل لحرف الاي اقول لك هو اسمه ايه؟ تقول لي اي، يبقى الصوت الطويل بتاعه اي. طب صوت الاي، تمام، اسم الحرف ايه؟ اي، يبقى الصوت الطويل بتاعه اللونج اي، تمام، وهكذا. تمام، يبقى هنبدا باللونج اي او حرف الاي في 3 حالات. اول حاله لو حرف الاي جه بعديه حرف ساكن وبعدين اي، يبقى اي ساكن اي، A ساكن E. زي مثلا الكلمة دي، الكلمة ديت CAKA، انطقها ازاي؟ تقول لي السي بعدها A، احنا خدنا صوت حرف السي ك. طيب وبعدين الاي عارفين ان صوته صح؟ يبقى السي اي لو لوحدها هتبقى كا. طيب وبعدين كي يبقى هتبقى ك. بس خلي بالك بقى الاي هنا جات بعد الكي، تمام، تيجي مغيره لي صوت الاي من لاي، لان القاعده بتقول لي اي ساكن اي. لو الاي جه بعدها حرف الساكن اللي هو هنا الكي، تمام، وبعدين اي، يبقى الاي هتغير لي صوت الاي من لاي. فهنا مش هقول هقول اي تبقى كي ك. تاني اشرحها تاني. اول قاعدة عشان انطق الاي لونج اي اللي هو هيديني الصوت زي اسم الحرف بالظبط اللي هو اي، قال لي لو الاي جه بعدها حرف ساكن وبعدين اي ساكن اي، هنا الاي بيسميها الماجيك اي او الاي الساحرة. يعني ليه؟ لانها بتحول لي الصوت بتاع حرف الاي من صوت قصير لصوت طويل. يبقى بدل ما اقول ك هقول كيك. تقول لي يا مستر نطقناها كيك عشان ايوه القاعده بتقول لي اي ساكن اي، يبقى الاي هنا هتحول لي صوت الاي من شورت اللي هو لطويل لونج اللي هو اي، تبقى كيك. طب ندخل على الكلمه اللي بعدها، الام بعدها A، المفترض هقول ما. طيب وبعدين K ما ك. بس خلي بالك ان الكي جي بعدها برضو E هنا، تمام، الاي هنا هتغير لي صوت الاي عشان القاعدة بتقول لي A ساكن E، يبقى تديني صوت الاي اللونج او الطويل. يبقى هنا بدل ما هقول ما هقول مي، تبقى ميك. الكلمة اللي بعدها يلا معايا شطار، هتقول بدل لا هتبقى ليك. الكلمة اللي بعدها هتقول ايه؟ لا مش تا هقول تيك. طب اللي بعدها سليت. طب اللي بعدها بيك. وحاسبكم تنطقوا التلاتة التانيين، تمام. طيب دي كانت اول قاعدة من نطق حرف الاي اللونج الطويل اللي هي A ساكن E. قال لي القاعدة التانية لو حرف الاي جه بعديه حرف الاي هنطقه A، مش هنطقه هنطقه ايه زي كلمة ايه، زي عندي هنا كلمة فيها ار بتبدأ بالار وبعدين اي اي، شوفوا هنا جت الاي اي، تمام، الاي اي وبعدين ان، فهنا جت الاي اي هنطق الاي ولا ايه؟ هنطقها ايه، فهقول هنا ايه؟ rain. طب الكلمة اللي بعدها اس بعدها ايه
هقول سا ولا هقول سي؟ هقول سي. ليه؟ ايوه، سامع واحد شاطر بيقول لان الاي جه بعدها ايه؟ الاي جه بعدها اي، فهقول سيل. سيل. طب الكلمه اللي بعدها مين ينطقها؟ ايوه برافو، هقول ايه؟ ميل. ميل. يبقى الاي اي هنا نطقناها ايه؟ ايه، نطقناها ايه، يبقى ميل. 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 وهكذا. تمام، نكمل بقية الكلمات نقراهم. طيب اخر قاعدة بقى عندي هنا القاعدة الثالثة عشان انطق حرف الاي لونج طويل. قال لي لو الاي جه بعدها واي، لو الاي جه بعدها واي هنطقها ايه، مش هنطقها زي كلمة ايه هنا حرف الدبليو صوته ايه؟ و. طيب وبعدين اي واي هقول ايه؟ اي. تمام، الاي واي بنطقها اي. تمام، يبقى هقول و اي، تبقى واي. طب تمام، الكلمة اللي بعدها بر بي والار ر يبقى pray. مش هقول برا، هقول pray. تمام. طب الكلمة اللي بعدها stay. طب الكلمة اللي بعدها تبقى lay. وهكذا. يبقى تمام، يبقى ده اللونج اي بكل بساطة يا شباب. اللونج اي بنطقه نفس اسم الحرف بالظبط، يبقى الحرف اسمه اي، يبقى اللونج اي او الاي الطويلة صوتها برضو ايه. في كم قاعدة عندنا عشان ننطقها لونج اي؟ في 3، اللي هو ايه؟ اول حاجة لو الاي جه بعدها ساكن وبعدين اي ساكن اي، ولو الاي جه بعدها اي، ولو الاي جه بعدها واي. هتمرن على التدريب دوت وافضل اعرف في دماغي دايما اخلي بالي من ال3 قواعد دول لللونج اي.